اهلا بكم في قناتنا مروة للهاند ميد. النهارده هننفذ مع بعض الموديل ديت سهل، بسيط، خفيف، جديد. ينفع سواريه لو استخدمنا فيه خرز ازاز او كريستال بيلمع. ينفع للمصيف لو استخدمنا فيه الوان مبهجة، هيبقى حلو للمصيف. هو مشكلته بس ان هو صغير، فهو عشان كده بقول ان هو ممكن ينفع سواريه او للمصيف، يبقى كده يعني مع لبس البحر. خفيف، عملي، سهلة، ما بتوزنش، ما بتاخدش خيط كتير، اسف خرز كتير. سهلة في عمايلها جدا، ومش هتاخد معاكي اكتر من يعني ساعتين 3 لو انتي ايديكي سريعة. ف وشكلها جديد، اول مرة تتعمل تقريبا، الموجودة على اغلب القنوات والصفح. معمولة الايد من فوق مش من الجناب، ومفيش فكرة الشراشيب دي. حابة اقول لكم عرضها، لو هي عرضها قد ايه، من اكبر جنب لاكبر جنب هي 20 سنتي، والطول بتاعها من البوز ديت لحد هنا هيبقى 15 سنتي، عشان برضو يبقى الشكل واضح بالنسبة لكم. هي مش هتشيل موبايل، هي ضيقة على الموبايل، ولو اتحط كده. فلو انتي حابة ان انتي تكبريها، هتزودي عدد سطور البداية، وانا شارحة ديت ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو. هي يعني هي شكل جميل، وتنفع بقى يتحط فيها مثلا مفاتيح، فلوس كده من غير محفظة. ممكن تشيل روج، يعني حاجات خفيفة كده. ممكن علشان نستخدمها في مثلا الأفراح، لو عملناها بخرز كريستال أو خرز إزاز، فممكن تبقى عملية وخفيفة وشكلها جديد في الموديلات المنتشرة الترندي زي ما بيقولوا. يلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف هنستخدم ايه ومحتاجين ايه علشان نبدأ الموديل بتاعنا. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا عشان ننفذ الموديل بتاعنا النهاردة هنحتاج، انا هستخدم لونين خرز. مط مقاس 8، ده اسود مط مقاس 8، وده احمر مط مقاس 8. انتي لو حابة تعمليها كلها بلون واحد مفيش مشكلة، لو حابة تستخدمي لونين تمام، لو حابة تغيري الالوان وتعمليها بالوان على ذوقك برضو مناسب. وهنستخدم معاهم خيط صنارة مقاس 60 والمقص بتاعنا. ويلا بينا نبتدي. انا هركن الاسود دلوقتي وهشتغل بالاحمر. اول حاجة هقص الخيط بتاعي وهبتدي اعمل سطر غرزة رباعية من 17 غرزة. هنبتدي نحط برضو علشان تبقوا عارفين ان احنا نبتدي بغرز اعدادها فردي، غرز فردية. يعني عشان نعمل الشنطة بتاعتنا لازم تبقى غرزنا فردية. انا هعملها 17، بدايتها 17 غرزة. انت عايزة تطوليها او تكبريها او تصغريها، فممكن تعملي كده بسهولة بانك تخليها عدد فردي، يعني تبقى 15 بدل 17 او تبقى 19 بدل 17. وده يرجع لك. اهم حاجة ان احنا لازم نبتدي بعدد فردي مش زوجي. عملت غرزة رباعية، حطيت 4 خرزات، وبعدين عشان اعمل الغرزة الرباعية التانية هحط خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهقفل بخرزة في النص بالشكل ده. دي تاني غرزة رباعية في السطر بتاعنا. انا هكمل بنفس الطريقة، خرزة في الطرف الشمال، خرزة في الطرف اليمين، وخرزة هقفل بيها في النص لحد ما اكملهم 16. واجي اوريكم هنطلع يعني نخلص الغرزة 17 ازاي عشان نطلع السطر التاني. كده انا خلصت 16 غرزة رباعية، وبعدين هاجي بقى اشتغل الغرزة 17. انا الغرزة 17 دي هتكون نهاية السطر الاول وبداية السطر التاني، فهحط ال3 خرزات كلهم في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني علشان الخيط بتاعي
يبقى خارج من هنا علشان ابتدي السطر التاني. عشان ابتدي السطر التاني هدخل 3 خرزات في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين، دي اول غرزة في السطر التاني. وبعدين هدخل الطرف اليمين في خرزة من على السطر من تحت، والطرف الشمال هدخل فيه خرزتين واقفل، وادي الغرزة التانية. وهكمل بنفس الطريقة، هحط خرزتين في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين، والطرف اليمين يدخل في خرزة على السطر من تحت لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. اقلب شغلي واحط ال3 خرزات كلهم في الطرف الشمال واقفل السطر وابتدي السطر التالت. انا هشتغل فوق السطر الاولاني اللي انا عملته 3 سطور تانيين عشان يبقى الاجمالي 4 سطور كلهم قد بعض 17 غرزة. يعني هشتغل فوق السطر ده والتاني اللي انا ابتديته، هكمل التاني وهطلع بالتالت والرابع بنفس الطريقة، كلهم 17 غرزة فوق بعض، 4 سطور 17 انا غرزة. كده خلصت خلاص ال4 سطور اللي ابتديت بيهم 17 غرزة، وطلعت 1 2 3 4 كده 4 سطور ب17 غرزة. دلوقتي هبتدي السطر الخامس. السطر الخامس هبتدي اعمل فيه تناقص من اول السطر الخامس لحد ما اوصل لاخر سطر في الجزء ديت. هشتغل تناقص. عشان اشتغل تناقص طرفين الخيط بتوعي خارجين من الخرزة دي، هاخد الطرف اللي من جوه ديت اللي هو اليمين، همشي بيه لحد ما يطلع من الخرزة التانية، مش اللي خارج منها طرفين الخيط دلوقتي، لا اللي جنبها. فهدخل في الخرزة اللي تحت وبنمشي من غير ما نعمل تقاطع عشان ما يبقاش شكل الخيط بتاعنا باين في وسط الغرز بتاعتنا او الخرز بتاعنا ويبقى شكله وحش. فبنمشي في الرباعية دايما. انا كده طلعت بالطرف اليمين من الخرزة الجانبية او التانية، هاخد الطرف الشمال وهمشي بيه لحد ما اوصل برضو ان انا اطلع من نفس الخرزة اللي طلعت منها الطرف الاولاني اهو. بمشي في الرباعية اللي توصلني ان انا اطلع من نفس الخرزة اللي طلعت منها الطرف الاولاني كده كده كده. طرفين الخيط بقوا خارجين من الخرزة التانية مش الأولى. أنا في الشغل عشان أعمل تناقص هوقع الشغل فوق الخرزة الأولى أو الغرزة الأولى، وهشتغل من أول الخرزة التانية وهمشي غرز رباعية عادية لحد ما أوصل للغرزة اللي قبل الأخيرة. مش هشتغل في الأخيرة، هشتغل في اللي قبلها بس. فهبتدي هنا ابتدي السطر الخامس إن أنا أحط في الطرف الشمال 3 خرزات بعد ما عملت التناقص. طبعا سبت الغرزة الأولانية من غير ما اشتغل عليها بالشكل ديت. شايفين بقى عاملة ازاي واخدة كيرف كده. وبعدين هدخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور من تحت، والطرف الشمال هيدخل فيه خرزتين، وهكمل بالشكل ديت لحد ما اوصل للغرزة او الخرزة اللي قبل الأخيرة. انا مش هشتغل في الغرزة او الخرزة الأخيرة دي. وصلت لاخر خرزة او غرزة في السطر ده هشتغل عليها. احنا قلنا ان احنا بنعمل تناقص فمش هنشتغل في اخر خرزة. وصلنا للي قبل الاخيرة، هنقلب شغلنا وندخل الخرزتين بتوعنا في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين، وبكده نكون خلصنا السطر الخامس وعملنا تناقص من الجنبين. شايفين الكيرف ابتدى ياخد شكل. طيب السطر اللي بعد كده هنعمل تناقص تاني. هنعمل نفس الحكاية، هنمشي بطرف الخيط اللي من جوه ديت لحد ما نطلع من الخرزة التانية مش اللي خارج منها الخيط في اول سطرنا. والطرف التاني برضو هنعمل فيه نفس الحكاية، هنمشي بيه عشان نطلع من الغرزة التانية بالشكل ديت. وهنبتدي نشتغل نفس الخطوات بالظبط، غرزة سداسية اسفة غرز رباعية
لحد ما نوصل للخرزة اللي قبل الأخيرة، مش هنشتغل فيها عشان احنا قلنا ان احنا هنشتغل تناقص من الجنبين. فهنوصل لحد الخرزة او الغرزة اللي قبل الأخيرة ونعكس شغلنا ونبتدي نطلع السطر التاني. وكل سطر بعد كده من أول السطر الخامس اللي احنا اشتغلناه، كل ما نطلع سطر هننقص من الجنبين خرزة، من هنا خرزة ومن هنا غرزة او خرزة، لحد ما نوصل في الاخر خالص ان احنا يتبقى معانا خرزة او غرزة واحدة بس في اخر سطر. هنفضل ماشيين تناقص في كل السطور اللي جاية. كل سطر هننقص من هنا، مش هنشتغل من اليمين والشمال خرزة، هنسيب خرزة من غير شغل لحد ما الشغل يبتدي يتقلص ويصغر لحد ما يوصل ان هو في الاخر يقف على غرزة واحدة بس. خلصنا تناقص اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. قعدنا نتناقص كل بعد الاربع سطور الثابتين اللي عملناهم، قعدنا نتناقص لحد ما وصلنا لان بقى عندنا غرزة واحدة بس. وكده احنا خلصنا الجزء اللي تحت او السفلي لشكل القلب بتاعنا. هنبتدي دلوقتي نشتغل الجزء اللي فوق، والجزء اللي فوق هنشتغله على جنبين او على نصين برضو. طيب انا دلوقتي عملت بداية السطر بتاعي بتاع القلب، عملت 17 غرزة. طيب انتي عملتيهم اكتر او عملتيهم اقل، وزي ما اتفقنا ان هما لازم يكونوا غرز فردية. طيب انتي عملتيهم 15 او 19. هنقسم الجزء الفوق ده ازاي؟ اول حاجة بنسيب غرزة من فوق، غرزة اسفة من الجنب هنا، وغرزة من الجنب هنا، او اول خرزة من الجنب واخر خرزة من الجنب التاني. يبقى انا عندي 17 غرزة، شلت منهم واحدة وواحدة، يعني شلت منهم اتنين، بقى اللي في النص 15 غرزة. ال15 غرزة دولت هشيل منهم كمان واحدة فبقى 14. هقسم ال14 على 2 يبقى معايا 7. يبقى انا هسيب اول واحدة واشتغل 7 غرز، وهسيب الناحية دي واشتغل 7 غرز، بس كل جزء هشتغله منفصل. يعني انا هنا هبتدي اسيب اول غرزة من هنا وهدخل طرف الخيط بتاعي في الخرزة اللي بعدها وهشتغل 7 غرز رباعية. ادي اول غرزة، هحط 3 خرزات في الطرف الشمال. يبقى مهما انتي كنتي شغالة بدايتك كانت 15 او 19 او اي حاجة، بنخصم من ال17 او الرقم اللي انت عاملاه. يعني انا خصمت من ال17 2، انا مش هشتغل في دي ولا هشتغل في الغرزة دي. يبقى 2 ناقص 17 15. ال15 بنقص منهم واحد واقسم اللي فاضل على 2 7. يبقى انا هشتغل هنا 7 غرز رباعية. اشتغلت اهم 6 زي ما انتم شايفين، 1 2 3 4 5 6. هدخل طرف الخيط اليمين في اخر غرزة اللي هي السبعة اللي هشتغلها، واقلب شغلي واخد الطرف اللي من بره اللي هو الشمال، ادخل فيه خرزتين واقفل بالطرف اليمين. كده انا اشتغلت 7 غرز، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده هعمل تناقص، همشي بطرفين الخيط لحد ما اطلع من الخرزة التانية، مش اللي انا مطلعة منها طرفين الخيط. بالشكل ده. الطرف التاني كده انا طلعت طرفين الخيط من الخرزة التانية عشان اعمل تناقص في السطر ديت. وهبتدي اشتغل برضو غرزة رباعية، هحط في الطرف الشمال 3 خرزات واقفل بالطرف اليمين، وهشتغل لحد ما اوصل للخرزة اللي قبل الاخيرة، مش هشتغل في الاخيرة عشان احنا بنعمل تناقص من الجنبين. وصلت لاخر غرزة هشتغل فيها، اقلب شغلي وادخل خرزتين في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين. انا هنا اشتغلت 7، السبعة بقى 1 2 3 4 5 علشان اشتغلت عليهم تناقص. وبعدين هشتغل السطر الثالث بتاع الجزء ده تناقص تاني. فالسبعة
الأسفل ال5 غرز هيبقوا 3، وهكتفي بالتناقص لحد كده. يعني أنا هكتفي إن أنا يبقى عندي في آخر سطر 3 غرز تناقص، أو 3 غرز بس هما اللي فاضلين يعني. هشتغل 3 غرز، ال3 غرز اهم، 1 2 3. انا هكتفي بالتناقص لحد كده، وهفنش الخيط بتاعي. ونفس الشغل اللي اشتغلته في الجنب ديت هبتدي اشتغله في الجنب التاني. هاجي في الجزء التاني ديت هسيب اول خرزة مش هشتغل فوقيها، وبعدين هشتغل 7 غرز، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين اطلع تناقص اخليهم 5، وتناقص تاني اخليهم 3 عشان يبقى مطابق للجنب ديت. وبكده نكون خلصنا شكل القلب. خلصنا القلب بتاعنا وعملنا الجزء الناحية التانية زي ما شرحت لكم ازاي نخلص الجزء ده، وبقى معانا القلب اهو. وهنعمل قطعة تانية بنفس ابعاده ومقاساته عشان يبقى معانا قطعتين. طيب، في موديل منتشر صورته او اتصور كذا مرة على اليوتيوب وموجود كذا فيديو ليه، اللي هو بنفس الطريقة، بس هو الايد بتاعته خارجة من فوق هنا، او من الجنب، يعني من هنا من فوق، وبتبقى ايد مجسمة، اللي هي 3D المجسمة. ودي ما عندناش مشكلة فيها ان احنا نخلي الجناب بتاعتنا عريضة شوية. يعني ممكن هنا نطلع بسطرين او سطر واحد من الجنب، اللي هو هيبقى الجنب بتاع الشنطة، يعني نطلع بسطر او سطرين واقفين. والجنب التاني نفس الحكاية، نطلع بسطر او سطرين ونبتدي نشبكهم في بعض، فيبقى يا اما هقفلها 3 سطور للجنب او 5 سطور. ودي ما فيهاش مشكلة عشان الايد بتبقى طالعة بتاعتنا من هنا، فما فيش مشكلة خالص ان احنا نطلع بايد من هنا تبقى رباعية مجسمة. لكن احنا الموديل بتاعنا ده مختلف عن الموجود، ان احنا الايد بتاعتنا هتطلع من الجنب ديت الجناب هنا. فاحنا عشان نطلع بيها رباعية محتاجين ان هي تكون سطرين بس مش اكتر. فعلشان نعمل كده، فالشنطة بتاعتنا هتبقى مش واسعة، هتبقى ضيقة. علشان نعمل كده احنا محتاجين ان احنا نثبت الجنبين دولت مع بعض. فانتي هتشوفي انتي عايزة تثبتيهم من فين بالظبط، فتحة الشنطة بتاعتك المناسبة هتبقى فين بالظبط عندك. انا هشتغل يعني دي كلها هتبقى فتحة الشنطة، بس انا بالنسبة لي دي ضيقة، فانا هسيب ال3 دولت من كل جنب فتحة شنطة. يعني انا هسيب ال3 دولت وال3 دولت، وهسيب من الجنب هنا كمان خرزتين. يبقى انا هسيب من هنا وهنا 5 خرزات، 1 2 3 4 5. والجنب التاني نفس الحكاية، وهبتدي اشبك الجنبين مع بعض. هسيب بقى اهو 1 2 3 1 2 3 4 5، وهبتدي ادخل طرف الخيط بتاعي في الخرزة الستة من الجنب اليمين، والخرزة الستة من الجنب الشمال. 1 2 3 4 5. هدخل في الجنب هنا هدخل خرزة في في طرف الخيط الشمال، وادخل طرف الخيط الشمال في الخرزة الستة. 1 2 3 4 5 هدخلها هنا كده. يبقى انا شبكت الجنبين بخرزة واحدة، وبعدين هدخل خرزة في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني. بقى عندي كده، وبعدين هدخل الطرف اليمين في الجنب اليمين، والطرف الشمال في الجنب الشمال في الخرزة اللي عليها الدور، واحط خرزة في طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني. الشنطة بتبقى عندي بالشكل ده، بيبقى فيه غرزة ساقطة جوه او خرزة ساقطة جوه زي ما انتوا شايفين كده. لو باين في خرزتين اهم، دي الاولى، وجوه واقعة جوه دي التانية،
ودي التالتة. بيبقى دايما في خرزة عشان هو الشكل هنا زجزاج مش مستقيم، هتلاقوا دايما في خرزة ساقطة جوه، ده عادي جدا. هنكمل بنفس الطريقة. طرف الخيط اللي من تحت هيدخل في الجنب اللي من تحت في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي من فوق هيدخل في الجنب اللي من فوق في الخرزة برضو اللي عليها الدور. وهحط خرزة في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني اهو، شايفين. هكمل بنفس الطريقة. طرف الخيط اللي من تحت هيدخل في الخرزة اللي عليها الدور في الجنب اللي تحت، طرف الخيط اللي من فوق هيدخل في الخرزة اللي عليها الدور في الجنب اللي من فوق، واحط خرزة في النص اقفل فيها طرفين الخيط لحد ما افضل الف داير ما يدور لحد ما اوصل لهنا، واسيب 5 خرزات زي ما سبت من الجنب ده. هسيب 1 2 3 4 5، اخر شغلي هيبقى الخرزة دي. خلاص احنا كده شبكنا الجنبين ببعض، وما زي ما اتفقنا ان بيبقى فيه خرزة ساقطة لجوه والاتنين حواليها طالعين بره، فده عادي عشان الشغل بتاعنا هنا مش خط مستقيم، هو نازل على تناقص، فده اللي بيحصل. لو جيتوا هنا في الجزء الثابت هتلاقوا ان السطور بتاعتنا عادية جدا ما فيهاش اي حاجة، لكن في الجزء المتناقص هتلاقوا ان في خرزة ساقطة لجوه، وده عادي جدا. طيب انا اتساع الشنطة بالنسبة لي اهو. لو انت عايزة توسعيها اكتر من كده نزلي، بدل ما انا سبت هنا 5 خرزات ما اشتغلتش فيهم، انت ممكن تسيبي 6 او 7 براحتك. عايزة توصلي للجنب تبتدي من الجنب هنا زي ما تحبي. انا بالنسبة لي ده اتساع مناسب. الشنطة ما هياش كبيرة قوي، هي حجمها برضو مناسب كده. احنا خلاص خلصنا شغل بالخرز الاحمر، وهنبتدي نشتغل باللون الاسود بتاعنا. عشان نبتدي ندخل اللون الاسود، اللون الاسود ده اللي هنشتغل بيه اليد بتاعة الشنطة، اللي هنبتديها من الاربع سطور الثابتين دولت او مفهومش تناقص اللي ابتديت بيهم في الاول خالص. هبتدي اشتغل اليد بتاعتي. عشان اشتغل اليد بتاعتي هقص خيط طويل شوية، لان انا هشتغلها على نصين، يعني انا هشتغل الشنطة بتاعتي على نصين او اليد اسفل بتاعتي على نصين. هبتدي من الخرزة اهو، الجنب الثابت ديت اللي هو الاربع سطور الثابتين، وهنا اهم هبتدي ادخل الطرف بتاع الخيط بتاعي في اول خرزة من هنا، او خلينا نبتدي من فوق عشان احنا هنلف كده. هنبتدي من هنا اول خرزة في الاربعة دول اهي اللي على الجنب، 1 2 3 4، هدخل فيها طرف الخيط بتاعي وهبتدي اشتغل سطر ايه رباعي واقف. انا معايا اول غرزة اهي او اول خرزة، هدخل في الطرف الشمال 3 خرزات من اللون اللي انا هشتغل بيه جسم ايد الشنطة اهو، وبعدين هدخل الطرف اللي بعد كده من تحت، هدخله في الخرزة اللي عليها الدور في الغرزة اللي من تحت. اساوي طرفين الخيط. اشتغلت اول غرزة، بعدين الطرف الشمال هدخل فيها خرزتين، اقفل باللي من تحت، ده هيبقى واقف كده، وبعدين الطرف اللي من تحت يدخل في الخرزة اللي عليها الدور من تحت، خرزتين في الطرف اللي من فوق، ده هيبقى واقف كده. الطرف اللي من تحت يدخل في الخرزة الرابعة. انا عملت لو لاحظتوا هتلاقوا 1 2 3، ودي الغرزة الرابعة عشان احنا بنشتغل في الاربع سطور الثابتين اللي عملتهم في اول شغلي خالص بالشكل ده اهو.
انا عملت الاربع غرز اهم. هاجي بقى هنا الف الخرزة اللي هنا دي، هدخل فيها كمان طرف الخيط، بقى معايا خرزتين على طرفين الخيط. هشتغل كمان خرزتين في الطرف اللي من تحت، اقفل. بصوا بقى عملت ازاي، بقت كده. دي بداية الايد المجسمة بتاعتي. وبعدين هدخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزة اللي عليها الدور في السطر من تحت، وهشتغل فوق الاربع غرز دولت 4 غرز رباعية عادية. شايفين انا اشتغلت في الجنب ده 4 غرز، وجيت في التحت اشتغلت غرزة، وفي الاربعة التانيين اشتغلت الاربع غرز، فبقى عندي مفتوح كده من النص. بصوا عاملة ازاي. فانا هقفل بقى الجزء ديت، هدخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزة اللي هنا اللي هي اول غرزة في الرباعية، السطر الرباعي الثابت اهي، وبعدين اطلعها في السودة كده. بقى معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. هقفل بخرزة سودة بالشكل ده عشان اقفل الجنب ده. يبقى دي بداية الايد المجسمة بتاعتي. وبعدين هدخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي عليها الدور في الجنب اليمين من الاسود، وطرف الخيط الشمال في الخرزة اللي عليها الدور في الجنب الشمال من الاسود، واقفل بخرزة سودة. وهكمل لحد ما اقفل الفتحة اللي انا فتحتها دي عشان تبقى ايد بتاعتي ايد رباعية. اهو هدخل طرف الخيط ده في الخرزة دي، طرف الخيط ده في الخرزة دي، واحط خرزة في النص واقفل بطرفين الخيط لحد ما اوصل لهنا، واروح مقفلة الغرز كلها مع بعضها علشان تبقى مجسمة بالشكل ده. وصلت اهو لاخر واحدة خطيت. فاضل هنا بصوا شايفين التلات او الاربع خرزات دول مفرقين عن بعض، فانا هدخل فيهم عادي طرف الخيط بالشكل ديت عشان امسكهم ببعض ما يبقوش مفرقين، واعمل عقدة اهو. بصوا اتقفلوا على بعض وبقوا جامدين. وهفنش الخيط بتاعي وهعمل نفس اللي انا عملته. شايفين سطر اهو، ده بداية الايد المجسمة بتاعتي من الجزء الرباعي الثابت ديت اللي هو كان فيه 4 سطور من غير تناقص، اشتغلت عليهم غرزة رباعية مجسمة عشان اطلع بالايد بتاعتي. نفس اللي عملته في الطرف ده هعمله في الطرف ديت. هثبت الخيط بتاعي في اول خرزة واشتغل 4، واجي هنا اشتغل واحدة من تحت واطلع بالاربعة، وهنا واقفل في النص اللي ما بينهم زي ما عملت هنا بالظبط علشان يبقوا الجنبين زي بعض. خلصنا الجنب التاني وعملناه زي ما شرحناه في الجزء ديت، وطلعنا بيهم من الاربع سطور الثابتين عندنا. اسفه. هنبتدي نشتغل بقى بقيه الايد المجسمه، نطلع الايد المجسمه بتاعتنا. هندخل عندنا هنا 4 خرزات اهم، 3 من اللون الاسود وواحده حمراء. هدخل الخيط بتاعي في اول خرزه من اللون الاسود، واحط في الطرف الشمال 3 خرزات واقفل بالطرف اليمين. يبقى انا حطيت في اول خرزه على الجنب ده، وبعدين هاخد الطرف اليمين هدخله في الخرزه السوداء التانية دي. يبقى معايا خرزتين على طرفين الخيط. هاخد خرزتين في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين، وبعدين هدخل بطرف الخيط اللي من تحت في الخرزة الحمراء دي. يبقى معايا خرزتين على طرفين الخيط، هاخد خرزتين في الطرف الشمال وهقفل بالطرف اليمين. اخر خرزة هدخل سودة، هدخل فيها طرف الخيط اليمين، وهدخل في اول خرزة قائمة سودة عملتها عشان اقفل الشكل المجسم بتاعنا، واحط في اي طرف من اطراف الخيط خرزة واقفل بالطرف التاني. ابتديت اطلع سطر زيادة
بالايد المجسمة. علشان اشتغلها اطلع بيها تاني، هبتدي احط في الطرف الشمال ديت 3 خرزات واقفل باليمين، وبعدين الف الطرف اليمين هدخله في الخرزة اللي عليها الدور في السطر من تحت، وبعدين هحط خرزتين في الطرف الشمال واقفل، وادخل الطرف اليمين في الخرزة الثالثة اللي عليها الدور في السطر من تحت، واحط خرزتين في الطرف الشمال والف، هدخل طرف الخيط اليمين في اخر خرزة في السطر من تحت واول خرزة من فوق، عشان يبقى معايا 3 خرزات. هحط خرزة في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني، وهفضل اطلع بالشكل ديت لحد ما اوصل لطول الايد المناسب واشبكها في الجنب ديت. انا بقى هطلع بالايد بتاعتي بالطول اللي انا شايفاه مناسب بالنسبة لي، واجي اوريكم ازاي هنشبكها في الجنب التاني مع بعض. وطبعا ممكن تعمليها زي ما قلنا بلون واحد او بكذا لون او بلونين، وطول الايد برضو بالنسبة لك هو الطول المناسب اللي تلاقيه مناسب بالنسبة لك ويريحك في مسكة الشنطة. وتاني حاجة ان احنا هحط لكم لينك الايد المجسمة ازاي نشتغلها، لو حابين يعني تشوفوا اللون الاسود مش باين قوي فيه الشغل، فلو حابين ان انتوا تشوفوها بلون تاني هحط لكم ازاي نشتغل الايد المجسمة في صندوق الوصف تحت الفيديو. انا بطول الايد المناسب بالنسبة لي اللي انا شفته مناسب بالنسبة لي، هاجي دلوقتي عشان اثبت الايد بتاعتي في الجنب التاني اللي انا كنت اشتغلته. اول حاجة هدخل هتأكد ان الايد ماشية مستوية مش معوجة ولا اي حاجة اهي. شايفين الايد فيها خرزة اهي على الحرف، والجسم اللي انا هثبت فيه خرزة على الحرف. هدخل الخيط بتاعي في الخرزة اللي على الجنب في جسم الشنطة، وهاخد خرزة في الطرف التاني ادخلها في الخرزة اللي جانبية نفس الخرزة اللي انا دخلت فيها في جسم الشنطة، هدخلها في الايد بالشكل ديت عشان يبقى معايا كده 3 خرزات على طرفين الخيط، واحدة خرزة في جسم الشنطة وخرزة في جسم الايد وخرزة اللي انا حطيتها في النص. كده انا معايا 3 خرزات، هقفل بخرزة في النص واشد. بصوا كده بتشبك اول جنب من جوانب الشنطة. هاجي انيم الشنطة بتاعتي كده في خرزة اهي وخرزة مقابلة ليها في جسم الايد، هدخل الخرزة الطرف ديت في الخرزة اللي عليها الدور في جسم الايد جسم الشنطة، والطرف ده في الخرزة اللي عليها الدور في جسم الايد، واحط خرزة في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني. اهم حاجة ان انا اشد جامد. هقلب كده، اتمنى ان هي تكون باينه لكم. في خرزة حمراء هنا اهي، هدخل فيها طرف الخيط اليمين والمقابلة ليها في جسم الشنطة اهي الشمال، وكده معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. هقفل بالخرزة الرابعة، وبكده اكون قفلت ال4 جوانب المجسمين بتوع الشنطة. اخر غرزة يبقى الخرز مفكوك كده من بعضه، فهمشي بطرف الخيط بطرفين الخيط بتوعي في ال4 خرزات دولت لحد ما اقابل طرف الخيط التاني واعمل العقدة بتاعتي بالشكل ديت، وافنش الخيط بتاعي علشان ابقى ركبت الايد بتاعتي بالشكل ده. هفنش الخيط بتاعي ويرجع خلصنا الايد وفنشناها. هنبتدي نركب بقى السلاسل بتاعتنا اللي فيها الخرز بتاعنا. هتركبيها برضو بالطول اسفه اللي انت عايزاه. هنثبت في اهو احنا من تحت اهو في ال4 خرزات بتوع الايد الباردة، 3 اسود وواحدة حمراء. هثبت في اول واحدة
سودة، وهمشي في الحمرة اللي جنبها والسودة اللي جنبها والسودة الرابعة. انا هشتغل بطرف خيط واحد، هقصر الطرف ديت وهعقده جامد وافنشه. الطرف القصير طبعا، الطرف الطويل معايا اهو، هبقى اقصه بعدين. كده انا معايا طرف اهو. خلينا نشتغل من فوق. الطرف الطويل خارج من الخرزة دي اهي. هقص الخيط القصير، ممكن امشيه في خرزة تانية كده احتياطي، وبعدين اقصه. الطرف الخيط اهو خارج من الخرزة دي الجانبية دي، هدخل في اي عدد خرز انا عايزاه. دي بقى حاجة ترجعلك، يعني انا هحط بقى ايه كذا خرزة لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزة تربطيه الناحية التانية في جسم في نفس الخرزة المقابلة ليها زي ما انت عايزة. انا هركب بقى كام خرزة كده. انا خلاص شبكت اهو طرف الخرز، شبكت على قد ما انا حسيت ان انا بالنسبة لي مناسب. احنا هنعمل كذا سطر، فاول سطر لازم يبقى هو صغير ونبتدي نطول اكتر. هاخد، انا كنت خارجة من هنا من طرف الخيط ديت، هطلع من نفس طرف الخيط بس من بره. بصوا انا الخيط بتاعي خارج من بره، فانا هدخل بالعكس كده عشان يبقى نفس الشكل بالظبط اهو، شايفين؟ وبشد. طيب انا الخيط بتاعي طويل، اقطعه واكمل؟ لا، انا هكمل بيه. هاخد طرف الخيط بتاعي، انا عايزه اطلع من الخرزه التانية اللي من الناحيه التانية اللي هي المقابله اللي انا خارجه منها دلوقتي، فهاخد طرف الخيط بتاعي همشي في الخرزه الحمراء اللي في الرباعيه من تحت اهي، وهدخل كمان في السودة دي. تمام كده، بقيت خارجة من السودة اهي اللي في الناحية التانية، وبرضو من نفس الحكاية من بره هدخل عدد خرز زي ما اشوفه مناسب. انا عايزاه اطول من دي، مش طبعا اشد عشان يبقى ايه الشغل بتاعي مشدود، عايزاه اطول من دي بشوية صغيرين، فانا هطول شوية او هكتر شوية في حجم او عدد الخرز اللي انا هحطه في الطرف التاني. انا ثبت اهو عدد خرز. انت عايزه تعدي دول وتزودي عليهم السطر اللي هو الفرع الاولاني ده، عايزه تعديه وتزودي على الفرع التاني كام خرزه زياده، مش عايزه بالاحساس كده والنظر مفيش مشكله. هاجي انا كنت خارجه من الخرزه الجانبيه دي، هاجي اخرج منها بنفس الاتجاه من بره من جوه كده. احنا كنا خارجين كده، يبقى هنخرج من جوه لبره، من اسفه من بره لجوه بالشكل ده، وايه وبقت اطول من الفرع اللي تحته. طيب عايزه معاكي خيط وعايزه تكملي بيه مفيش مشكله، هنكمل. خيطك خلص هتفنشي خيطك وتشبكي خيط جديد في الخرزه الحمراء دي. انا هدخل خيطي هو لسه موجود، فانا هدخل في الخرزه الحمراء وهبتدي اشبك برضو شويه خرز هيكونوا عايزاهم بقى انتي وذوقك برضو هما ايه، عايزاهم اقصر بس الاحسن ان هما يكونوا اطول. خلاص ثبت الطرف الخيط خلاص الخرز، وهنا انا داخله خارجه من قدام هنا، يبقى انا هدخل بكده. لا احنا خارجين كده، هندخل من ورا لقدام كده. اخر سطر معايا. عايزه بقى تعملي كمان في الخرزه الرباعيه دي وتمشي تثبتي خيطك، او لو خيطك طويل لسه وتطلعي، بس انا هكتفي بالثلاث سلاسل دولت. هنفنش خيطنا ازاي؟ احنا اهو خارجين من الخرزه الحمراء، هدخل في الخرزه السوداء اللي جنبها وادخل اعمل، شايفين هنا في ايه
الخيط اللي انا كنت حاطه فيه، لو شدته شويه كده هيبقى باين، ادخل اعمل عقده فيه كده. مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. اهو الخيط انا خرجت من الخرزه السوداء، وهدخل كده والف فيه، يعني هعمل لوب كده وادخل من تحته اهو، واطلع من اللوب ده واشد، فهيبقى عندي عقده، بس ما هياش جامده قوي، فلازم اعملها مرتين تاني مثلا كده اهو. وبعدين هدخل في الخرزه اللي بعدها علشان اخفي العقده واتاكد ان الخيط بتاعي ممسوك ما دخلتش في اللي بعدها. هدخل في اي خرزه اداري فيها العقده اهو كده بقى تمام، والخيط بتاعي ماسك. عايزه تتاكدي تاني ان الخيط بتاعك تمام، اخرجي من اي غرزه من خرزه تاني ولفي على اي فتله خيط تقابلك من السايب ديت، وفكي واسفه وفنشي الخيط بتاعك اهو. احنا بنأكد بس ان الشغل بتاعنا تمام، عشان الحبال اللي احنا او السلاسل اللي احنا منزلينها دي ما تتفكش بس كده اهو. عايزه تتاكدي اهو، هتيجي عند اي بتاع تاني سلاسل انتي منزلاها، تيجي تلفي كده من تحت وتاخدي طرف الخيط تدخليه تعملي عقده، تأكدي عليها تاني ونخفيها، نشدها عشان تتدارى في اي العقدة تتدارى في اي خرزة، وامشي بيها كده تاني وافنش الخيط بتاعي. الشنطة بتاعتنا خلصت، والسلاسل موديل جديد سهل، هي بتتشال على الكتف، يعني الايد دي بتتحط على الكتف، فانا مش محتاجة ان انا اعمل لها ايد طويلة او اركب لها ايد معدن او سلسلة يعني. هي زي ما احنا قلنا مش واسعة. لو انت حابة تعملي لها قفل من هنا فعندك اختيارين، يا اما تركبي في كل جنب هنا قفل مغناطيس هنا والناحية التانية ويتقفل، وهنا كمان، يا اما تعمليه في النص هنا تحطي واحد بس، يعني لو انا هركب في الجنبين فهركب واحد هنا وواحد هنا لو من جوه. طبعا لو انت هتركبي واحد في النص هتركبي واحد بس هنا في النص وبنقفله كده. وممكن تعملي لها قلاب بان انت تقفي في الثلاث خرزات دولت وتحطي، او في الخرزة دي وتركبي قلاب، تعملي قلاب بغرزة رباعية يبقى لافف كده ويتقفل هنا برضو بالقفل المغناطيسي ده، لو انت حابة ان انت تقفليها. انا بالنسبة لي هكتفي بشكلها كده، ودي الصورة الأصلية اللي موجودة على يعني اللي موجودة على الفيسبوك وعلى البنترست وعلى كله، فأنا مش هزود فيها أكتر من كده. أتمنى إن الشرح يكون واضح وبسيط، ولو في عندكم أي استفسار أو سؤال ابعتولي على صفحتنا على الفيس مروة الهاند ميد، أو اكتبولنا تعليقات تحت الفيديو على اليوتيوب، وأنا على قد ما أقدر هحاول إن أنا أنفذ لكم طلباتكم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، يا ريت تدوني رايكم في الموديل ديت وتقولوا اذا كان عجبكم ولا لا. وطبعا اشوفكم في فيديو قريب باذن الله. مع السلامه.